السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم بغيت نتشارك معكم بسيطة صغار. ندوزو للطريقة والمقادير في نفس الوقت. كنديرو شوية ديال الملحة. هنا عندي 2 دجاجات كبار، 2 كيلو ونص في كل وحدة. درت معلقة صغيرة د البزار، معلقة ونص ديال الخرقوم، ومعلقة ونص ديال السكنجبير. الدجاج حيدنا ليه الجلدة بطبيعة الحال وغسلناه مزيان. هنايا معلقة ديال القرفة، واحد شويه ديال السمن. انا درتها معلقه صغيره لان حار. نتوما كديروا على حسب الذوق اللي بغيتو. هنا عندي شويه ديال الزعفران حر، ذوبته في شويه د الماء خليته طلق. غنزيدو من الفوق. وهنايا الزيت مخلطه، زيت الزيتون مع الزيت العادي ديال الطياب. الزيت كديروا على حسب القياس اللي بغيتو. هنايا البصله، درت 2 كيلو ديال البصله مشلضه رقيقه. انا الدجاج كان عندي في المجمد. من الاحسن الا كان عندكم ما جامدش ترقدوه واحد الساعه يشرب القوام عاد باش طيبوه. انا كنت مرقده غير في الحامض والملحه، ومن بعد درتو في المجمد. دابا احتاجيتو مزروبه وطيبتو ديريكت. هنا غنزيد واحد القبيطه ديال المعدنوس. كيبقى اللي بغى يخليها قبيطه، اللي بغى يقطعها. انا كنفضل نحيدها من بعد تلقاي البنه ديالها. هنايا غنزيد واحد الكاس ديال الماء، لان الدجاج جامد كيطلق الماء زائد البصله كتطلق الماء. ديروا غير كاس ولا نص كاس. انا هنا سنيده درتها من الاول حتى هي غتطلق معاهم الماء، كتساعدهم باش يطلقوا الماء وفي نفس الوقت يطيب الدجاج حلو شويه. سنيده انا كنت درت زلافه صغيره ومن بعد وزدت زلافه اخرى، تقريبا شي 200 غرام او 250 غرام السكر. المهم كيبقى السكر على حسب الذوق. هنا من بعد ما بدات كطبخ ها هو طلقت الماء ديالها. نخليو الدجاج ديالنا يطيب ونرجع معكم. ها هو الدجاج ديالنا طايب. دابا غادي ندوز نحيدو من المرقه ونخلي المرق ديالنا يبدا يعقد تيختار لينا عاد باش نكملو المراحل. نخليه يبرد واحد شويه ونبدا نفرتت فيه. هنا نزيد واحد المعلقه ديال القرفه، نحركوها باش تعطينا داك اللون زوين كيجي محمر وفي نفس الوقت المذاق. من الاحسن القرفه تكون شي نوعيه جيده باش تعطيكم مذاق زوين. انا من بعد ما برد الدجاج هزيتو حولته باش نرجع هذيك المرقه لبلاصتها. تكملت الشحار ديالها، نبدا نطيبها حتى تنشف مزيان على هذا الشكل هكا. من بعد ما نشفات نحيدها تبرد واحد شويه باش نزيدو عليها البيض. هنا عندي 15 البيضه، ديروا 15 اولا 16 كيبقى. هنا انا فرتت الدجاج ديالي، غنضرب هاد البيض ونبقاو نزيدوه بشوي بشوي. من الاحسن المرقه تكون بارده واحد شويه باش ما يطيبش البيض ويعطينا دوك الخيوط بيضين. بغيناه يجي كريمي ما يبانش. انا كنحرك من غرفه العود. شتي ما كتحركليش مزيان وبدلتها بالضرب اليدوي باش نحرك بالزربه باش ديك المرقه سخونه ما طيب ليش البيض حتى يتخلط مزيان. عاد باش ديك الساعه نردوها فوق البوطه ونخليوها تكمل الطيب ديالها حتى ينشف البيض مزيان. شتي هنا جاو البيض ما بينيش دوك الخيوط البيضين ديالو ملي كيطيب. هنا كنبقاو كنشحروه حتى كينشف معنا من الماء. كنبقاو كنحركوه في نفس الوقت يدينا في الطنجره ديالنا كنحركوه في نفس الوقت كنفرتتو الدجاج باش ما نضيعوش الوقت. واقفين كيجي هكا مفرتت
ناشف. دابا نطفي عليه نخليه يبرد واحد شويه ونديرو فواحد الصفايه باش يقطر مزيان. ها هو الدجاج ديالي فرتته مزيان على هذا الشكل. انا كنوريكم جاني ناشف على هذا الشكل. نخليه يبرد واحد شويه. هنا درتو فواحد الشبيكه وغنتقل عليه بواحد الطبسيل وندير فوق منه شي حاجه ثقيله ونخليه حتى الصباح ان شاء الله ونكملوا الخدمه ديالنا. الا قديتوا هادشي الصباح كتخدموه في العشيه تعمروا البسيطلات ديالكم. المهم انه يكون ناشف باش ما يفزق لكمش الورقه وتبقى مقرمشه. هذا ما كان. هنا عندي اللوز نقيته وحمرته قليته في الزيت وطحنته هرمشت واحد شويه تقريبا كيلو ديال اللوز. درت فيه سكر كلاصي نتوما كديروا على حسب الذوق اللي بغيتو ومعلقه ديال القرفه. هنا عندي واحد تقريبا شي 60 غرام ديال الزبده ذوبتها. المهم معلقه كبيره عامره مزيان وحركتها مع هذا الخليط هذا. نتوما مهم كتحكموا في اللوز في المذاق ديالو تبقاو تحركوا اللي خصاتكم زيدوها حتى يجيكم المذاق اللي عجبكم وتبداو الخدمه. هنايا الورقه جبتها الصباح بردات ليا ولكن غنحاول معاها. خص الورقه كي تجيبها تخدم بها. انا عطلتها شويه نشد مع الخاطر تنكمل. انا الزيت النص غادي ندهن دوك الوريقات بشويه ديال الزيت. غنحل بعدا الورقات باش ما يبقاوليش ملاصقين يجيوني ساهلين في الخدمه. غنبدا ندهن كل ورقه ونحيد وحده على وحده ومن بعد نقسمهم. هانتوما معانا. انا سرعت الفيديو باش ما يجينيش طويل. من بعد ما دهنت الوريقات ديالي كنحلهم كنحط وحده على وحده باش نقسمهم على 4 باش يعطوني مثلثات. هنا قطعوا بالجراره اولا بالمقص اللي جاتكم سهله وكنعاودو نفكوهم ونوليو نخدموا بجوج ورقات في كل حبه. في كل بسيطله كنديروا جوج ورقات. دابا من بعد ما جبدنا الحشو ديالنا اللي غنعمروا به البسطيلات غنسرحوا الورقه ديالنا. كنديروا المثلث الاول لتحت وكنديروا فوق منه القنت الاخر ديال الورقه. من الاحسن يتدهن بالبيض. انا هاد الاولى نسيت ما دهنتهاش. المهم طريقه التعمير هي هذه. كنديروا الدجاج. انا هنا درت واحد الغلاقه ديال واحد البواطه وكتلصق ليا في الجناب وليت درت هاد المقيله صغيره. المهم نتوما كتشوفوا شي حاجه اللي تصلح لكم للخدمه تسهل عليكم المأموريه وكتخدموها. انا بغيت البسيطلات في هذا الحجم كبرتهم واحد شويه. نتوما بغيتهم صغار كتصغروهم بغيتهم كبار كتكبروهم كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. هنايا درت الدجاج فوق منه هذاك المرقه والبيض اللي حركنا حتى عقد الخلطه كتجي على داك الشكل. زدنا عليها اللوز مهرمش وفي السكر والقرفه ومهم مسائل نوركو عليه مزيان باش يعطينا داك الشكل ديال الحجم ديال المقله. وكنبقاو تنتنيو الورقه ديالنا وفي نفس الوقت كندهنوا بالبيض. مضربه بيضه كامله كنبدا ندهن كنطوي واحد هكا شي تنيات وكندير شويه د البيض ما نكثروش عاوتاني اكثر من القياس. وحنا غاديين وحنا كنخدموا ولا شفنا الورقه زايده كنقصوها وصافي. كيبقى الواحد عينو ميزانو في ديك اللحظه. انت كتني وانت كتشوفي خاصك تغطي الجناب والورقه ما تجمعش في بلاصه وحده تكون موزعه على الجهات كاملين. هنا كندهن ديك الورقه التحتانيه اللي ما درتلاش البيض باش داك القنت يشد الفوق ونبقاو مستمرين. كنكملوا التنيه ديالنا
وإلا عندنا شي زائد كنقطعوه. نلصق هذاك الشي اللي طالع في السمال نلصقوه بالبيض وكنوركو. المكان اللي غنحطو فيه هاد البريوات ديالنا، هاد البسيطلات، كنفرش واحد البلاستيك باش ما يلصق ليناش في البلاطو مع البيض احتياط وصافي. كنبقاو تنحطو وحده حدا وحده، من بعد كنحطو عليهم بلاستيكه ونعاودو نديرو وحده على وحده، وحنا مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملو. ندخلوهم للمجمد حتى نحتاجوهم، ولا كندخلوهم للفران الا كنا واقفين عليهم في ساعتهم. نكملو. انا هنا كندهن بالبيض باش كتلصق لي ورقه على ورقه، ما كيتحلوش وما كيجيوش مهزوزين. مثلا دوك الشقه اللي كتكون ما بين ورقه وورقه الا ما كانتش لاصقه كطيب وكتهز، وكتجي واحد الشقه كتضيع المنظر ديال البسيطله. نبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى نكملوا البسيطلات ديالنا كاملين. وهادو هما البسيطلات ديالنا. من بعد ما كملت غنخليهم تيجمدوا في هذا البلاطو، عاد نحولهم لشي بواطه ونسد عليهم ونهز القياس اللي كنحتاج. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا. وملي كنطيبوهم تنديروا لهم زين على حسب الذوق، وبالصحه والراحه.